خير استشهادي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. يعني هذا المبنى حضرتك بتملكه صح؟ نعم. أنا وولادي. نعم. نعم. هو حسب ما حضرتك عم بتوضح بأنه يعني هذا هو يعني تطاول على الممتلكات الشخصية، لأن بتأكد بأنه ما في بداخله أي حدا من سكانه ممكن أن يشكل خطر أو يكون مستهدف، أو حتى لا يوجد فيه لا أسلحة ولا شيء. فرح أترك لك المجال لحتى توضح لنا. لا، هيدا مبنى مستلمته إدارة من المنطقة، من منطقة جوني الإدارة، يعني على مدخل سرايا الجوني يلي هي تضم الاستقصاء والأمن العام والمخفر والنافعة، يعني تبعد يعني 10 أمتار عن مدخل مجمع قوى أمنية. ويسكن بالمبنى ناس من جنسيات يعني غربية وأجنبية وأمريكية وكندية، مؤجر من أكثر من 2 ومن قبل الأحداث. فهذا التطاول أنا تعودت على الإشاعات، وتعودت المشكل إني أنا مبرد، لأني ما بحب أنزل لمستوى إني رد على إشاعات. لكن لما الموضوع يصال يعني أشخاص وناس مدنيين وممكن يأثر الخطر عليهم، اضطريت إني أنا أنزل بيان على تويتر وعلى كل الوسائل التواصل الاجتماعي، وأنتم مشكورين جدا على الإضاءة على هذا الموضوع. وطبعا نحن بصدد إقامة دعوة قضائية ضد الناس اللي نزلوا هيدا الفيديو هيدا الصوت. وقد اتصلت أنا بمسؤولين كبار من قوى المعلومات ومخابرات الجيش، لا طبعا بلغتهم بالموضوع وقالوا له حط ايديك واجريك بمي باردة، سوف نطال صاحب هيدا الفيديو، رح نجيبه يعني جرينه على المحاكمة وعلى الاعتقال، وبنفس الوقت اون باراليل حيكون في دعوة قضائية لحتى ينال جزاؤه، لأنه يؤثر على أمن المجتمع اللبناني ومجتمع أهل جوني. جوني مدينة أمينة وناس طيبين وسياحية، يعني من تطاول على هذه المدينة وعلى هذا المبنى طبعا هو ذكر بالاسم انه راغب علامة، هو قصدني انا بالاسم. نعم. لانه شايفني انا بالفن مبرد بالقضايا الاجتماعية اللي بتهجم علي وعلى عائلتي وعلى اولادي وعلى سفري وعلى شغلي وعلى كل شيء. انا دائما اترفع عن الرد، لاني اكيد مني من الاشخاص اللي بقبل اني انزل لمستوى يريدون أن ينزلوني إليه. يعني أنا الحمد لله محافظ على أستاذ راغب، ما في شك، ولكن يعني نضيء على هذا الموضوع لأنه يشكل حالة هلع. حضرتك مش مقيم بهالمبنى، ولكن هناك ناس يقطنون في هذا المبنى. ولكن هل لأنه في كتير مباني وفي كتير ناس وصلتهم هذه الرسائل وتمت ملاحقة من أرسل هذه الرسائل، إن كان من باب المزاح أو من باب إثارة الهلع والذعر، هل بهالمكان تعتقد نفسك بأنه أنت المعني بشكل مباشر لأنك تملك المبنى، أم صودف بأنه أنت عم تملك المبنى وبالتالي الحديث أو مش أنت المقصود يعني تسبب الضرر لك أنت كراغب علامة؟ هلا ممكن يكونوا استعملوا اسمي للإضاءة أكثر على الموضوع. هو موضوع أذى لبنان، أذى لجوني، أذى للناس، أذى الناس الآمنين الساكنين ببيوتهم وقاعدين وموظفين وبيشتغلوا. على فكرة بالمبنى أيضا هناك ضباط من الجيش اللبناني يقتلون في هذا المبنى، وحتى الضباط ما بيدخلوا مسلحين. يعني سياسة البناية إنه ممنوع أي حدا لو معه سكينة ممنوع يدخل. كثير الإدارة حريصة على هذا الموضوع. حتى الضباط محترمين البوليسي تبع البناية انه ما بفوتوا مسلحينهم او مرافقينهم على البناية. فهو مقصود لبنان اكيد. استعمالي انا لاذى للبنان ولاذى مدينة جوني ممكن كثير، لكن اثارت انا هالمرة الوحيدة اللي برد وحبيت رد، لانه طبعا في خطر
ما بقبل لو دليتني ساكت حيكون الموضوع خطر، انما الاضاءه على الموضوع والرد كان من الواجب انه نحن اليوم نضوي على هذا الموضوع. نعم، الفنان راغب علامة، انا بدي اتشكرك على هذه المداخله من اجل ايضاح يعني هذه الضجه والبلبله التي اثيرت حول هذا